بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. موضوع درسنا النهاردة جملة التفرع if statement. في نهاية الدرس ده هنتعرف على كيفية استخدام بعض أوامر لغة الجافا سكريبت لإنشاء صفحة الويب. يحل أمثلة باستخدام التعبير الشرطي if condition. طيب عايزين نطبق ال if condition، نشوف إيه الصيغة العامة بتاعتها. أنا مثلا عندي هعمل برنامج بيحسب مجموع الطالب. هل أنت المجموع بتاعك لو كان أكبر من أو تساوي 50 درجة يطبع لي كلمة ناجح. لو كان غير كده المفروض مثلا يديني إيه؟ راسب. ممكن تعمل رسالة راسب. يبقى أنا لو كان الطالب مجموعه أكبر من أو يساوي 50 يطبع كلمة ناجح. طب أعملها إزاي دي؟ نشوف الصيغة العامة. if condition يعني if condition يعني condition يعني الشرط او التعبير الشرطي. لو كان درجة الطالب اكبر من 50 هنا هيطبع جملة ان الطالب ده ناجح. ده في المثال السابق. يبقى تاني دي الصيغة العامة if condition، ده التعبير الشرطي اللي هو الشرط. وبعدين هنا الكود، الأوامر والجمل يتم تنفيذها في حالة تحقق التعبير الشرطي. يبقى لو اتحقق الشرط اللي فوق ده ينفذ الكود ده. تمام؟ دي كانت الصيغة العامة لجملة if. طيب عايزين مثال عليها. زي ما احنا قلنا المثال بتاعنا ان هنشوف مجموع درجات الطالب لو كان اكبر من او يساوي 50 يطبع كلمة ناجح. ده الكونديشن وده جواب الشرط. طيب نشوف الكود بتاعها. ادي المثال بتاعنا. هنعمل هنا تكست بوكس، مربع نص، هنحط فيه الدرجة بتاعت الطالب. هنا هنعمل باتون. تمام؟ الباتون ده اللي هو المجموع. لما اضغط عليه كليك ايه اللي يحصل؟ لو كان مجموع الطالب اكبر من 50، اكبر من او يساوي 50، يطبع كلمة ناجح داخل مسج بوكس او صندوق الرسالة. تمام؟ تاني يبقى انا عندي تكست بوكس، عندي بوتون، عندي مسج بوكس بهذا الشكل. لو احنا دخلنا هنا مجموع الطالب كان اكبر من او يساوي 50 وضغطنا على كلمة المجموع باتون، تمام، ايه اللي يحصل؟ يعمل لي كلمة ناجح. طب لو غير كده مش هتظهر الرسالة بتاعت ناجح. طب نعملها ازاي دي؟ بالاكواد. ادي الكود بتاع الشغل بتاعنا. تمام؟ ده الكود. طيب عشان اكتب الكود ده انا محتاج زي ما احنا قلنا يا اما تفتح النوت باد، تمام، يا اما تفتح فيجوال ستوديو كود لو انت محمله على جهازك. تاني يبقى انا يا اما هفتح النوت باد يا اما هتفتح الفيجوال ستوديو كود ونكتب الكود بتاعنا. طيب ادي هنفتح الفيجوال ستوديو كود بهذا الشكل. هنعمل فايل نيو فايل، سيلكت لانجويج، هنضغط عليها، هنكتب هنا HTML. جميل جدا. تمام؟ هنعمل فايل سيف، هنسيف الملف على الديسكتوب، هنسميه f.html وهنعمل سيف. تمام؟ طيب هنفتح كود ال HTML زي ما احنا اتفقنا. ادي الاوبن بتاع ال HTML وادي الغلق بتاعه. صفحة ال HTML بتتكون من هيد وبادي، رأس وايه وجسم. اهو منطقة الهيد ومنطقة بعد كده البادي. تمام؟ يبقى ادي ال HTML فتحه وغلقه. صفحة ال HTML بتتكون من هيد وايه وبادي. جوه الهيد بحط عنوان الصفحة اللي هو التايتل. عنوان صفحتنا النهارده اللي هو if statement. تمام؟ طيب كود الجافا سكريبت بيتحط فين؟ يا اما بيتحط في منطقة الهيد او في منطقة البادي. جميل. في منطقة البادي هو عمل فورم وسمى الفورم ايه؟ نيم بيساوي فورم 1. تمام؟ يبقى عمل فورم. طيب يبقى جوه البادي هفتح فورم، نموذج ادخال. ادي الفورم، ادي فتحة الفورم وادي قفله. تمام؟ هنا هنقول نيم بيساوي اسم الفورم هنسميه
فورم 1. جميل جدا. طب جوه الفورم ده انا هعمل ايه؟ هعمل مربع نص تكست عشان احط فيه الدرجه، وهعمل بutton اسمه المجموع، لما اضغط عليه كليك ينفذ الفانكشن اللي اسمها ايه؟ country. تمام، جميل جدا. طيب هنعمل الاول تكست، يبقى هنقول ايه؟ input type بتساوي تكست. تمام، وهنسمي النيم، اسم التكست ده هنسميه T1. تمام، ونقفل ونعمل فايل سيف. نفتح اهو، ادي الفايل اسمه f.html اهو، هفتحه ونجرب. هتلاحظ هنا عمل لك مربع نص. المفروض انا هنا اقول له ايه؟ احط تمييز صغير واقول له ادخل الدرجه. يبقى انا هاجي هعمل كده، هعدل شويه، هقول له ايه هنا عشان يعرف بس المستخدم ان هو المفروض يدخل ايه؟ الدرجه. يبقى ادخل درجتك او ادخل الدرجه. تمام، اقول له فايل سيف، نعمل ريفرش ونشوف. الطالب هنا المفروض يدخل الدرجه بتاعته، كانت 50 كانت 60 زي ما هو ايه؟ زي ما هو واخد. طيب عملنا تكست مربع نص، عايزين نعمل الباتون، هنعمله ازاي؟ اهو، نيجي هنا في الكود هنقول له input، هنيجي هنا هنعمل input type. الانبوت ده نوعه طبعا بوتون. تمام، زر امر. خلاص، البوتون ده value يعني القيمه، الفاليو بتساوي المجموع اللي هيتكتب جوه البوتون كلمه المجموع. نقفل ونشوف. يبقى انا عندي input type بيساوي بوتون وهنكتب جواه كلمه المجموع. نجي هنا سيف ونعمل ريفرش. عمل لي بوتون وكتب جواه المجموع. حلو خالص. طيب بعد كده هو كاتب ايه بقى؟ on click country. يعني ايه معناها؟ لما تضغط كليك على المجموع، البوتون اللي هو المجموع، ينفذ الفانكشن اللي اسمها country. حلو خالص. يبقى انا هاجي هنا هضيف حاجه، اقول له في الاخر on click بيساوي country. حلو، يعني معناها ان اليوزر لما يضغط كليك على البوتون اللي اسمه المجموع ينفذ الفانكشن اللي اسمها ايه؟ country. حلو خالص. طيب وبعدين خلاص كده قفلنا الفورم. يبقى الفورم فيه تكست بوكس وفيه بوتون. خلاص. طيب نعمل فايل سيف وناجي هنا نعمل فريش. لو كتبنا هنا مثلا 60 وضغطنا على المجموع ما عملش حاجه، ليه؟ لسه احنا ما عملناش الفانكشن بتاعه الكانتري. يبقى انا هعمل ايه هنا؟ اهو. خلاص كده خلص الفورم. هنفتح كود الجافا سكريبت بتاعتنا. يبقى هنقول ايه؟ هنكتب هنا سكريبت. ادي السكريبت. تمام؟ هنا هنكتب كود الجافا سكريبت. حلو. هنعمل الفانكشن بتاعتنا. ادي. يبقى انا عايز اعمل فانكشن، هكتب كلمه ايه؟ فانكشن. بعدين اسم الفانكشن هسميها country. حلو خالص. بس عشان ما نغلطش هنروح نجيبها من هنا بنفس السبيلنج اهو عشان ما نغلطش. اهي ادي الفانكشن بتاعتنا، وبعدين ادي القوسين. تمام. وبعدين ادي
البادي بتاع الفانكشن. تمام؟ يبقى انا اسم الفانكشن كانتري، تمام، بمجرد ما هتتنفذ هينفذ الكود اللي ما بين القوسين دول. تمام. هنا هقول له ايه؟ اف لو كانت، خلي بالك، اف كونديشن. ادي الفانكشن تاني اهو، اف، وهنا بحط الكونديشن بتاعي في القوسين المدورين دول. يحصل ايه؟ في جواب الشرط. جواب الشرط يتحط ما بين قوسين بهذا الشكل اهو. القوسين دول بتوع الاف. تمام؟ لو تحقق الشرط اللي ما بين القوسين دول ينفذ الكود ده. جميل. طيب ايه هو الكونديشن بتاعنا؟ لو كان الفاليو، القيمه اللي جوه التكست بوكس اللي موجوده داخل الفورم اكبر من او يساوي 50، اطبع كلمه ناجح. تاني اهو، اف فورم 1 دوت تي 1 دوت فاليو. ايه معناها؟ لو كانت القيمه الموجوده جوه التكست، هو التكست ده كان اسمه ايه؟ اسمه تي 1. تمام؟ طيب التكست ده موجود فين؟ جوه الفورم 1. يبقى لو كانت القيمه الموجوده في التكست 1 اللي موجوده داخل الفورم كانت اكبر من او تساوي ال50، يعمل ايه؟ يطبع كلمه ناجح داخل رساله. يبقى هقول له alert ايه بقى؟ اهو سيمي كولون واكتب كلمه ناجح. حلو. اعمل فايل سيف ونجرب. ريفرش. هنا هكتب مثلا 70. ال70 دي اكبر من ال50. هضغط على المجموع، المفروض يطبع كلمه ناجح جوه رساله. طب نشوف بس الكود تاني. form 1 دوت text 1 دوت value اكبر من او يساوي 50. صح. هنا alert ناجح. صح. طب ما مظبوطه. ايه المشكله؟ نكبر الكود تاني. country. طب ما صح. function والفاليو بتساوي أكبر من أو يساوي 50. طب إيه المشكلة؟ طيب هنراجع الكود ونشوف إيه المشكلة هنا. المشكلة إن إحنا كاتبين كلمة فورم غلط. المفروض FORM. تمام؟ FORM أهي. FORM وهنا FORM. تمام؟ هنصلح دي بس. فايل سيف، نيجي نعمل ريفرش. تمام؟ هنكتب الدرجة هنا أكبر من 50. هيكون مثلا هنكتب 70. نضغط على المجموع، طبع كلمة إيه؟ ناجح. تمام. طيب لو حط، المفروض أنا بقى هعمل شرط تاني. لو كانت أقل من ال50 يعني 40 مثلا، المفروض يطبع كلمة راسب. أعملها إزاي؟ هاجي هضيف بعد الاليرت ناجح، أقول له هنا else. يعني لو لم يتحقق الشرط هقول له alert اطبع لي كلمة راسب. تمام؟ اطبع لي كلمة راسب. سيمي كولون. خلاص. فايل سيف، نيجي نعمل ريفرش. هنا لو كتبنا اقل من 50 يعني حطينا 30 هيطبع كلمة ايه؟ راسب. طيب لو كتبنا اكبر من 50 يعني 60 مثلا هيطبع كلمة ناجح. تمام؟ يبقى ده الكود بتاعنا زي ما انتم شايفين. عملنا فورم، جوه الفورم ده سميناها فورم 1. بعدين عملنا تكست، انبوت تايب يساوي تكست يعني تكست بوكس عشان يحط فيه الدرجة. وبعدين عملنا بوتون سميناها المجموع. اول ما اضغط على البوتون ده كليك
هينفذ الفانكشن اللي اسمها country. ادي الفانكشن country. لو كان القيمة اللي موجودة جوه التكست اللي فوق ده اللي موجود داخل الفورم أكبر من أو يساوي 50، يطبع رسالة اسمها ناجح. لو لم يتحقق هذا الشرط، يعني كانت الدرجة أقل من 50، يطبع كلمة راسب داخل مسج بوكس. خلاص. فايل ادي سيف. ده كان درس النهارده اللي هو الاف كونديشن. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.